أهلا بكل الأساطير اللي متابعينا من أول يوم. رجعنا لكم النهاردة بأقوى جزء في القصة، الجزء الرابع من ملحمة البطل هيون سوك. أحداث مشتعلة، معارك نارية، وخصوم ما يعرفوش الرحمة، وفي كل لحظة بطلنا بيقرب خطوة من مواجهة مصيره الحقيقي. وقبل ما نبدأ، أحب أشكر كل حد كتب تعليق أو شجعنا في الفيديوهات اللي فاتت. كلامكم هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم الأفضل. لو لسه ما شفتش الأجزاء اللي قبل، استعد لأنك هتدخل عالم مختلف تماما. ويلا دلوقتي اربطوا الأحزمة، حضروا عصيركم واستعدوا، لأن اللي جاي مش لعبة. هيا بينا نبدأ الجزء الرابع. وبعد أن بطلنا فتح المتجر النافذة، سأستثمر كل نقاط المتبقية في تطوير هذه المهارة، وهي الطهي. ويقول راحيل: ما الذي تفعله يا بطل؟ أيتها الفراشة، هل ما زلت لا تفهمين؟ شاهدي فقط ما الذي سيفعله طاهي هيون سوك. تم الانتهاء. هذه القطعة اللذيذة والرائحة الشهية، سأحكم العالم. يا طباخ، تفضل بتذوق قطعة من هذا اللحم. شكرا على حسن نيتك، لكني الآن بدأت أشعر بالشبع. ويقول له: لقد صنعت هذا اللحم المشوي بكل ما أوتيت من قوة. لو تفضل سيدي غراش العظيم بتذوقه، سأكون قد مت مرتاح البال. فهمت. حسنا، إذا أصررت هكذا سأفعل لك هذا الأمر بشكل خاص. لحظة، هذا الطعم. يا أمي، أيها الطاهي، شكرا لك. إذا احتجت المزيد بعد ذلك فلا تتردد في المجيء. وفي بيت بوبو: يا بوبو، أبيك جاء. حسنا يا صغيري، كل الكثير، وإذا احتجت إلى المزيد سأذهب للصيد غدا وأجلب لك الكثير. إعجاب بوبو يرتفع. وصل الإعجاب إلى الهدف. مهمة البطل مكتملة. تحصل على 200 نقطة بطل. أخيرا، كما هو متوقع، كل شيء يسير وفقا للخطة. ويقول راحيل: هل أكملت المهمة بنجاح؟ نعم، وبالمناسبة لقد تراكمت لدي الكثير من نقاط المكافأة. ويا راحيل، يبدو أنك خسرت 22 نقطة في حياتك. ألا تظن أن السبب في ذلك أن أحد الأغبياء تخطى البرنامج التعليمي؟ هذا صحيح. يمكنني فعل ذلك الآن، أليس كذلك؟ حسناً، إذن هيا نستمع لشرح المعلمة المتميزة راحيل. يمكن توزيع النقاط الإضافية على الإحصائيات الأساسية الأربعة، وهي القوة، القدرة على التحمل، السرعة، السحر. القدرة على التحمل هي غذاء القوة، والسرعة هي الخفة وردة الفعل السريعة. أما المانع فهي السحر الذي يتخيله البطل تماماً. شرح ممل. حسناً، الطريقة الوحيدة لرفعها هي التدريب فقط. على أي حال، بما أن هذه القدرات أساسية، فمن الأفضل أن توزع النقاط عليها بالتساوي. حقاً، عادة ما يكون من الأفضل التركيز على القوة فقط، فهذا أكثر كفاءة. ويقول له: ما هذا الكلام؟ قد لا يكون الأمر كذلك في البداية، لكن مع تقدم الوقت ستجد أن أهمية السحر ستكون أكبر بكثير. أليس من الطبيعي أن يكون الجسم المعزز بالسحر أقوى من الجسم الذي يعتمد على القوة البدنية فقط؟ حسناً، إذن فهل يجب أن أفعل هكذا؟ ليس سيئاً. إذن اذهب الآن إلى المتجر وتعلم مهارة أساسيات استخدام السحر. حسناً، سأبيع 100 نقطة لكي أرفع المستوى في السحر. أليس الأمر كذلك؟ لا، ليس كذلك. هذا ممنوع البيع في متجر الأبطال. لقد أصبحت الأمور صعبة الآن. أتدرب كل يوم؟ أليس هذا ظلماً؟ وبعد 3 أسابيع فقط، أخيراً وصلت إلى المستوى 100. كانت أطول مما كنت أتوقع. هل يوجد شخص آخر يعاني مثل ما أعاني؟
يا للهول، لكن حتى الأبطال لا يعيشون حياة سهلة، أليس كذلك؟ ألا تعرف كم مرة كدت أن أموت اليوم؟ على أي حال سوف أتلقى عقابا. يا مدرب الوحوش، قائد الفيلق يطلب منك الحضور. وفي مكتب هيميس: مرحبا بك هيون سوك، تبدو أفضل من المرة السابقة، كما أصبحت أقوى، يبدو أن المانة الخاصة بك قد تضاعفت أيضا. نعم يا سيدتي، بذلت قصارى جهدي لتقديم أجود أنواع اللحوم إلى بوبو كل يوم، رغم ذلك يبدو أنك تنمو بسرعة. هل هذا بسبب نظام مستوى الأبطال؟ ويكلم نفسه: كيف عرفت أنني بطل؟ منذ متى تعرف؟ لا تتفاجأ هكذا، كنت أعرف أنك بطل منذ لقائنا الأول. هل تعرف أي سبب تظن أنني أحضرتك إلى هنا؟ تدريب بوبو؟ هل تقصدين تلك النهاية السيئة؟ أم أنك تقصدين بسبب مباراتي؟ أجل، هذا صحيح، أعتقد أنك لم تنس وعدنا أبدا. بالطبع، أتذكر ذلك. تتذكر؟ حقا؟ إذن لماذا أنت على هذه الحال؟ إذا كنت لا تريد أن تموت فحاول جاهدا أكثر، إنه لأجل تسليتي، هل فهمت؟ ويكلم نفسه: ما هي اللحظة التي يشعر فيها المشاهدون بالترقب الشديد أثناء مشاهدة المباراة؟ هل هي لحظة الأداء الباهر أم لحظة الفوز الساحق؟ لا، إنها ليست مجرد مباراة، إنها حرب، سلسلة من سوء الحظ، أليس كذلك؟ اختارت لي خصما لا يمكنني التغلب عليه أبدا، وتمنت أن تكون الاحتمالات ضدي. بالنظر إلى مدى اهتمامها بهذا الأمر، يبدو أنني سأخسر بشكل مؤكد في النهاية. ويقول راحيل: ماذا تقصد بهذا الهراء؟ هل تقول إننا سنموت هكذا؟ اصبري قليلا، فكل شيء سيكون على ما يرام، لكن الأمر المهم هو معرفة خصمك. ويقول راحيل: ولكن كيف يمكننا معرفة أي نوع من الوحوش هم؟ كان هناك عنصر مفاجئ في متجر الألعاب، وهو جهاز قياس قوة المحارب. أوه، إنه جهاز لقياس قوة القتال. حسناً، هكذا سأختبر قوة هذا السلاح الجديد. دعنا نرى أداء العنصر أولاً. قوة المعركة 375. ويقول راحيل: لا يمكنني معرفة ما إذا كان هذا مرتفعاً أم منخفضاً. هل يجب أن نقيس خاصتك أيضاً؟ هل حسناً، لنتحقق. أعطها لي، دعينا نرى. ها؟ ماذا بك؟ ألا ترين أي شيء؟ كلا، ليس هذا ما أقصده يا بطل. على أي حال، يبدو أن الأداء جيد. انظر يا كلبنا، القوة القتالية 47,422. ما الذي كنت تبالغين فيه؟ ويقول رحيل: لا شيء. حسناً، لنرى مستوى الآخرين. أسهل شيء هو الغول. أنتم تشبهونني كثيراً. الرائد بولكان قد وصل. الجميع عليكم الانتباه. قوة القتال للمجموعة الصغيرة حوالي 3000، ومع ترقية المستوى أعتقد أن بإمكاننا مجابهة ذلك الوحش الضخم. تقصدين الوحش الهائل الذي ظهر في الغابة البارحة، صحيح؟ كوركن قائد الفرقة، انتظر قليلا. ماذا؟ بعد تحولهم إلى وحوش قوتهم تتضاعف؟ النافذة، استغل هذه الفرصة الذهبية وحاول الوصول إلى قوة قتالية 3000 خلال الأسبوع القادم. المكافأة 300 نقطة بطل. ماذا؟ مهمة عشوائية؟ هذا جنون. حسناً، إما أن أموت ويغمى علي، أو سأبقى على قيد الحياة بالتأكيد. وفي صباح اليوم التالي: لقد وصلت يا سيدي. أهلا بك يا هيون سوك، نظارة غريبة، من أين حصلت عليها؟ رأيت أحد كبار السن يرتدي واحدة، فاشتريت واحدة مثله. هل هذا هو ما يفعله الشباب هذه الأيام؟ إنس هذا، وهيا نستعد للصيد. نعم سيدي. ويكلم نفسه: ما هذا؟ ماذا تقصد بهذا المستوى؟ هذا ليس مستوى قائد. لا، ليس الطاهي وحده غريباً. بسبب القتال المستمر مع الوحوش، فإن قوتهم القتالية أعلى بكثير من الجنود العاديين.
إذا خضت معركة معهم من الممكن أن يزيد مستواي تقريباً. أرجو السماح لي بمواجهة وحدة الطبخ. مبارزة؟ أيه؟ سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الآخرين. أنت بالفعل قوي بما يكفي للبشر، لذا لا داعي. إذا أردت سأطبخ لك طبقاً جديداً. ويقول له: لقد كنت أنتظر رجلاً مثلك منذ زمن طويل. أيهما تفضل، القتال أم الهروب؟ بعد قليل: ما الذي يحدث؟ حان وقت الصيد قريباً. ماذا؟ هيون سوك يقاتل ضد غولبي؟ إذن هل سيقتل هيون سوك اليوم؟ اسكتوا أيها الأغبياء، هل فهمت أيها الغول؟ لا تقتل هيون سوك بأي حال من الأحوال، تعامل معه برفق. حسناً يا غول، فهمت. حسناً، لنبدأ التدريب. حسناً، استعدوا، ابدأ. ها هيون سوك، لن أقتلك. ركض هيون سوك بسرعة البرق، وانحرف بجسده ببراعة متفادياً القبضة القاتلة، ثم ركله بقوة. ماذا حدث هنا؟ لقد كان سريعاً جداً لدرجة أنني لم أستطع رؤيته. ويكلم نفسه: هل تقول أن ركلة واحدة كانت كافية لإسقاطه؟ إذا وصلنا إلى هذا المستوى، ألا تعتقد أن لدينا فرصة للفوز؟ وفي الغابة العظيمة، لقد قتلت الغول الذي كان ضعف قوتي بضربة واحدة. كما توقعت، القوة القتالية ليست مجرد عدد، هناك عوامل أخرى مهمة. إذا استمريت في التطور بهذه الطريقة، سأتمكن من الفوز بسهولة في المبارزات. يا شيف، هناك مجموعة كبيرة من أعداء التلاس تظهر في الأمام، ويقول هيون سوك: لماذا تريد أن تذهب؟ لم يعد لذيذاً، أليس كذلك؟ ويقول له: لا، لحم التلاس لذيذ جداً، خاصة نخاع العظم، فهو طعام شهي جداً، لكن التلاس يعيشون في مجموعات، وخاصة أن غريزة الأمومة لديها قوية جداً، لذلك فإن لمس صغارها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. ويقول: إذن سنوقف عملية الصيد هنا اليوم، ولكن بما أن لحم التالاس لذيذ سأضطر إلى اصطياده. هجوم شامل. وجبتنا اليوم هي لحم التالاس المسلوق. واو، لحم! لا تدعوه يهرب بأي شكل من الأشكال. أوه، لماذا تعيق الطريق هكذا؟ كنوز الخبرة اليوم هي لي. وبعد فترة: حسناً، هذا هو الأخير. ويقول راحيل: لا شك، لقد أصبحت أقوى، لقد ظهرت، إنها ملكة التلاس. اهربوا اهربوا. إلى أي مدى تكون هذه قوتها لدرجة أن الجميع يضطرون لفعل هذا؟ لحظة، إنها قوة قتالية غير قابلة للقياس. ومن هنا ينتهي الجزء الرابع من ملحمة هيون سوك. لكن قبل ما نقفل، عندي سؤال واحد بس: هل سينجو هيون سوك من هذا الوحش القاتل؟ وما الذي سيحدث في المبارزة المنتظرة؟ وهل سيكون قادراً على النجاة؟ أم أن نهايته اقتربت؟ كل هذه الأسرار وكل هذا الغموض سيأتي في الجزء الخامس، فلا تنسوا تكتبوا في التعليقات ما أكثر لحظة شدتكم في هذا الجزء، وهل تتوقعون أن هيون سوك هيفوز ولا يخسر؟ وإذا عجبكم الفيديو، ادعمونا بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان توصلكم الحلقة الجاية أول ما تنزل. شكراً من القلب لكل اللي تابع للنهاية، أنتم الأبطال الحقيقيين. نشوفكم قريباً في الجزء الخامس، ابقوا مستعدين، فالأقوى لم يأتي بعد.